محمد رسول الله
لقاؤنا 5 دقائق مش هنطول عليه فيهم كما هو مصرح إلينا، ولا ندري من أين مجيئها ولا من أين مخرجها، ولكن ما على الرسول إلا البلاغ المبين. لقاؤنا اليوم التحذير من أكل الحرام. هو إيه أكل الحرام؟ وإيه معنى أكل الحرام؟ وإيه يعني لو أنا ما سمعتش كلامك وأبتدي لو ما سمعتش كلامك، بس أنا عايز قبل ما أبدأ تشرح قلبي والصلاة على حبيبك النبي محمد. آكل الحرام كلمتين، آكل والحرام. إيه معنى كلمة آكل؟ وإيه معنى كلمة الحرام؟ أتأكد عليك سمعني أنت بتصلي على حبيبك النبي محمد. آكل بمعنى آكل أو مستوي أو مغتصب للشيء الذي معه. طيب الحرام هو كل ما ليس من حقك أو لك فيه وزدت عليه دون وجه حق. ما فهمتش حاجة لما سمعني أنت بتصلي على سيدنا محمد. هو من أخذ أو استولى أو اغتصب مالا أو شيئا ليس من حقه وزدت عليه دون وجه حق. ولذلك في الحديث البخاري ومسلم وصححه الإمام الألباني يقول: كنا جلوسا عند رسول الله فقال رسول الله: الدنيا حلوة خضراء، فمن اكتسب فيها مالا من حقه وأنفقه في حقه أثابه الله عليه وأدخله جنته. الصحابة أعلى ما حضر الحبيب النبي محمد اللي أنت ما صلتش عليه، فسيدك النبي محمد بيعلمهم بيقول: الدنيا حلوة خضراء، الدنيا دي زهدها قوي، اوعوا تتغروا فيها. فمن اكتسب فيها مالا من حقه، ما الحلال ما المشروع، وأنفقه في حقه أثابه الله عليه وأدخله جنته. شوف الثاني: ومن اكتسب فيها مالا من غير حقه، مال ما هوش حلال، مال ما هوش مشروع، وأنفقه في غير حقه أدخله الله دار الهوان. فالصحابة أعلى مع حضر حبيبك النبي محمد قال له: استنى يا رسول الله، إيه دار الهوان دي؟ صلى على سيدنا محمد. فسيدنا النبي يقول له: دار الهوان هي واد في جهنم تستجير منه جهنم في اليوم 70 مرة. في دار الهوان ايوه. ولذلك احد القائلين يقول لك: المال ينفد حله وحرام وليس تقابل التقليا حتى يطيب طعامه وشرابه. بالله عليك وحي الله، فيا من أسر دنياك على آخرتك وتبوأت على حدود الله وشرعه ومنهاجه، اسمع يقول لك المولى سبحانه وتعالى من وسط سورة التحريم، وخلي بالك أصل حد مش حافظ. بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا، وخلي بالك ما فيش إلا آية واحدة في القرآن يا أيها الذين كفروا اللي هي دي. صلوا على سيدنا النبي محمد: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. دي أهل الحرام. إيه بقى لو ما سمعتش كلامك؟ أول حاجة ربنا ما يستجابش منك الدعاء أبدا. ويوجه الحرام إيه؟ ربنا ما يستجابش منك الدعاء إيه؟ إزاي؟ ارجع في الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يطيل السفر. اشمعنى حضرة النبي محمد ده بمسافر الجزاء؟ لأن الثلاثة لا ترد دعوتهم دعوة الجزاء، فلما يجي يوقف يبقى عمل حاجة كده قوي. حضرة النبي محمد بيقول لك: إن الرجل لا يطيل السفر، أشبه أفضل هدوء مقطعة وشعره مطلوب ويرفع يده وربنا يقول: يا رب ومأكلهم من حرام وملبسهم من حرام ومشربهم من حرام فأنى يستجاب له. أول حاجة ربنا ما يستجابش منا الدعاء. ثاني حاجة ربنا ما يستجابش منا العمل أبدا. يصير الكلام
سيدنا سعد بن ابي وقاص يذهب لحضره رسول الله فيقول يا رسول الله ادعو الله لي ان يجعلني مستجاب الدعوه. انا ممكن ادعاها يا رسول الله بس انت حاجه ثانيه، صلى على سيدنا النبي محمد. فسيدنا النبي بيقول له ايه؟ يا سعد اطلب مطعمك تكن مستجاب الدعوه والذي نفس محمد بيده ان العبد ليقذف اللقمه الحرام في جوفه لن يتقبل منه عمل 40 يوما وايما عبد نبت اسمه بالحرام فالنار اولى به. تاني حاجه ان ربنا ما يستجابش منها الصالح، ودي مصيبه كبيره. يعني ربنا ما يستجابش منه صالح طول ما انا باكل الحرام. ايه ازاي؟ ارجع في الحديث الذي يرويه الامام الطبراني في صحيحه وصححه الامام احمد بن المسلم، والحديث لعباده الصامت يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرجل ليشتري الثوب ب10 دراهم، العبد يشتري جلابيه ب10 جنيه فيه درهم من حرام فيقف بين يدي الله ويقول الله اكبر فلن يتقبل منه عمل ما دام عليه الحرام. يبقى اول حاجه ربنا ما يستجابش منك دعاء، ثاني حاجه ربنا ما يستجابش منك صلاه، ثالث حاجه ربنا ما يستجابش منك عمل، رابع حاجه ربنا ما يستجابش منك الصدقه. حتى الصدقه اللي بطلعها ربنا ما يستجابهاش. ايه ازاي؟ ارجع في الحديث الذي يرويه الامام الطبراني وصححه الامام الحاكم وغيره الامام الالباني يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبلن ايجاب المال من غير حله. ما تفرحش من جمع المال من حرام. ليه يا رسول الله؟ فان تصدق به لم يقبل منه وما بقي فزاده الى النار. اقول قولي هذا والكلم من الذنب كمن لا ذنب له. ادعو الله يسلمك. الحمد لله القائم على كل نفس بما كسبت والمجازي لها بما عملت. امرنا بين يديه وحالنا لا يخفى عليه وما ردنا اليه وهو الغني الحميد ذي العفو الواسع والعقاب الشديد. من هداه فهو السعيد السديد ومن أضله فهو الضرير البعيد. يعلم ما ظهر وما بطن وما خفى وما علن وهو أقرب إلى كل مليء من حبل الوريد. أحمده سبحانه أمر عباده بطلب الحلال وأبغض إليه السعي وراء الحرام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يقول الملك سبحانه وتعالى من وسط سورة آل عمران بسم الله الرحمن الرحيم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أبصارنا سيدنا محمد أرسله بالكرم، محمد لم يزل نورا على العلم، محمد خير الأشراف والعجب، محمد خير من يمشي على القدم. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله. ثم أما بعد، ما زلنا وما زال اللقاء عن أهل الحرام، وعرفتك إيه أهل الحرام، وعرفتك إن ربنا ما بيستجابش منه. أول حاجة ربنا ما بيستجابش منه الدعاء، ثاني حاجة ربنا ما بيستجابش منه عمل، ثالث حاجة ربنا ما بيستجابش منه صلاة، رابع حاجة ربنا ما بيستجابش منه صدقة، خامس حاجة أنت مطالب بها يوم القيامة. يعني كل اللي حصل في الحرام مطالب به يوم القيامة. كان في عهد سيدنا عيسى رجل حمالا للحطب
الله كما ذكر من أواخر سورة المائدة. فنزل كل ما كنت حمالا للحطب، كنت بشتري الحطب من مكان أو من مكان، فإذا بيوم أخذت ليلة فتحككت بها سناني، أخذت حتة فسكت بها سناني، فأنا أطار بها بين يدي الله. ولذلك في عهد سيدنا عيسى رجل قال له سيدنا عيسى: ما الذي أولك على ذلك؟ فقال: بينما كنت أمشي على الطريق فإذا بسنبلة على الطريق فأخذتها ورميتها في الحقل الذي على يميني، فقال: يا ربي وما أدراك أنها ملكا للحقل الذي على اليمين وليست ملكا للحقل الذي على اليسار. ولما كنت ماشي في الأرض فإذا بسنبلة على الطريق فأخذتها ورميتها في الحقل الذي على يميني، فعندما وقفت أمام ربي قال: يا ربي وما أدراك أنها ملكا للحقل الذي على يمينك وليست ملكا للحقل الذي على يسارك. طيب احنا عايزين ايه من ربنا؟ يا رب. لما تقول يا رب متاهل انت عارف تعمل ايه؟ يعني لما ادعو ربنا يبقى جنبي ايوه يصير الكلام. سيدنا موسى الاشعري في طوافه مع الكعبه فيسمع رجل ينادي على ربه فبقول له: يا رب جبالي بسيط كما ترى واولادي يمرون كما ترى وزوجتي مريضه كما ترى اما ترى حالي اما ترى يا من ترى كل شيء ولا ترى. بالله عليك وحي الراجل بيحب ربنا مع ولاده ربنا فبيقول له: يا رب الجلابيه مقطعه والحمد لله والعيال بيجيبوا بقى يا رب والمرأة كلها ما ينعش يا رب، انت شايف حالي ولا مش شايف حالي يا رب؟ فيصعب على سيدنا موسى، فسيدنا موسى يحط ايده في السماء ويطلع نصف الوجه اللي هو دي قال: نصف ساقه الله اليه. انت ما تعرفنيش كان عندي اموال كذا واطيان كذا. قال له: راجل كسب فلوس تاني؟ قال له: امال انت بتعمل كده ليه؟ قال: علمت ان الله يحب التلحلح في الدعاء فحببت ان اكون متلحلحا الى ربي في الدعاء. طيب ربنا برضه قال له: ما يستجابش ليك الدعاء لما كنت على الحياه. ولذلك سيدنا موسى كريم الله ما حد يفكر في الارض بدع وربنا ويقطع روح الدعاء ويطبطب عليه ويقول له: ايه؟ عفو وصل منك ومره فبقول له: يا رب ما استجبت لعبدي. فقال: يا موسى انت لك الظاهر وانا لي الباطن. يا موسى ان في بطنه الحرام وعلى ظهره الحرام وفي جيبه الحرام وفي بيته الحرام فأنى يستجاب له. يا موسى كل لحم نبت من حرام فالنار اولى به. اقول قولي هذا نرجع لربنا بقلوب خاشعه نفتح صفحه كده مع ربنا سيبك من اللي فات ما تدورش عليه. نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم ونتوب اليه ونساله التوبه والمسامحه والنجاه من النار. تبنا الى الله تبنا الى الله ورجعنا الى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا عزما اكيدا على اننا لا نعود الى المعاصي ابدا وبرئنا من كل دين يخالف دين الاسلام. امنا بالله ربا وبالاسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا ورسولا ونقول جميعا: نشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا محمد رسول الله. واقم الصلاه ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه. الله اكبر لا اله الا الله. استقيموا واعتدلوا واستووا الصالحين تسويه الصف من تمام الصلاه لا تذوق الامام ولا يساووا صلوا صلاه مودع وارحم ما رحمكم الله. صلوا خشوع وخضوع فما تدري انها
يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام